كشف أحد مقاتلي حزب الله في حديث حصري لأخبار الآن أجرته الزميلة ميسون بركة، كشف عن التسعيرة التي يتقاضاها المقاتلون مقابل القتال في سوريا، وأكد أن لا أحد من المقاتلين كان ليشارك في القتال في سوريا لولا المال الذي يحصلون عليه. أنا مع الحزب من وقت اللي كان عمري 14 سنة، وبعدني بشتغل معهم، بنشتغل بالضاحية وبالحروبات الداخلية اللي صارت، شاركنا بكل الحروبات وأعمارنا يعني صغيرة، وبالنهاية بدنا نشتغل، ما في أشغال وما في أعمال ومنا معلمين، يعني مضطرين نشتغل معهم كيف ما بدهم وملزومين، ومعارك سوريا لزمنا فيها ومضطرين نطلع نقاتل فوق، يعني مش حابين لا سوريا ولا اللي فيها، بس مضطرين نطلع نقاتل فوق، وبنطلع 10 أيام بننزل 10، بنطلع 5 بننزل 5، عم نطلع نقاتل ودمتنا على كفنا، كل ما نقبض ال $500. $500 بالشهر؟ بالشهر. بشكل عام من الحزب تاخذ $500 $500 ولا حسب طلعت سوريا؟ لا، هن $500 صاروا يعملوا لنا انه زياده، مثلا $5 على الساعه بالمعركه فوق، يعني انه كان اذا علقت الحرب فوق نحن قاعدين بالخدمه 5 ايام، اذا ها صار فيهم يومين معركه كل نهار لنقول 6 ساعات، على نهار عندك مثلا $10 او $5 حسب، هن اوقات يطلعوها اوقات ينزلوها مثل ما يطلع عبالهم. كنا نمرق بايام صعبه كتير فوق. يطلعوها وينزلوها حسب شو؟ حسب شدة المعركة ولا ما؟ حسب يعني في معارك، في مناطق يعلوا لنا التسعيره فيها. لا، انه لنقعد فيها نقاتل. هي بتكون أصعب من غيرها اصعب أكثر؟ من غيرها، الزبداني وصل حسابنا فوق على الساعه $20. المهم نقاتل ونحن بدنا نشتغل. وليش عم تروح مع الحزب على سوريا؟ اذا وقفت بيوقفوا لي معاش وقت شغل. كم واحد في مثلك بيقول انه لو بس عم يطلع كرمال المعاش؟ في كتير مثلي، شو كلنا بالهوا صار، شو اللي مثلي مش يعني هاي الشباب اللي راح عم تتعاقد فوق وعم تقبض مصاري، شو مش مثلها مثلي؟ ما انا وياهم نفس الشيء، عم نشتغل كلنا بنقبض مصاري. يعني لو قاعدين هون عندنا وظيفة مثلا، دوامنا هون عندنا وظيفة مثل العالم بتروح على وظيفتها وبتيجي، بنطلع بنقاتل؟ ما رح نطلع نقاتل، رح نقعد بوظايفنا ونروح ونجي على بيوتنا. قلت لي بتاخذ $500 بالشهر؟ نعم. وكيف أسعار المعارك هونيك؟ الزبداني قلت لي كان $20 كانوا يزيدوا لنا ايه باليوم؟ يوميا على الساعة. على الساعة $20 بالزبداني؟ كانت أغلى معركة؟ أغلى معركة مرقت علينا الزبداني. يا برود القصار ما كان فيها، يا برود صار فيها. صار فيها شو؟ صار فيها تسعيرة $10 أول شيء يا برود. وبلشت الزبداني لأنه كانت معارك كتير 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 قوية.